السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى قايمه الصراحه، انا مش عارفه انا هعمل اكل ايه، فقررت ان انا اعمل كشري. فبصوا حاجات كده، بواقي مكرونه وبواقي رز، كل ده هنعمل منه ان شاء الله النهارده كشري. وعشان هو فردين بس فانا مستخدمه حاجات قليله جدا. عندي زي ما انتم شايفين نص كيس مكرونه سباكيتي، نص كيس مكرونه اللي هي الكوع دي الاساسيه بتاعت الكشري، ممكن تحط اي شكل تاني. ربع عدس بجب او عدس اسود، وربع حمص، وكوبايه واحده رز، واحط قصادها كوبايه شعريه. بصوا عشان انا بعمل يا دوبك كميه الفردين، وادي الطماطم بتاعتي. بص مش محضره اي حاجه، طلعت على طول وقلت هبدا، مش محضره انا الفيديو ده خالص النهارده. حطيت ميه المكرونه عادي تتسلق، وحطيت شويه ملح وشويه زيت فيها، وحطيت المكرونه اللي هي الكوع، والمكرونه الاسباجيتي قطعتها على 3. انا بحب اكتر الاسباجيتي اكتر من التانية، يعني انا بحب المكرونه كتير في الكشري اكتر من الرز. حتى هغرب في اخر الفيديو هتلاقوني حاطه مكرونه اكتر من الرز، وفي ناس اصلا بتاكله بمكرونه بس، يعني اسمع ناس بتاكله بمكرونه بس ما بيحطوش فيه رز خالص. هحط المكرونه طبعا تتسلق عندي، وممكن تحطي الاسباجيتي كامله او تقسميها 2، انا قسمتها على 3 عشان تبقى سهله. حطيت كمان العدس، وحطيت الحمص يتسلقوا، وعشان انا كنت مستعجله حطيت لكل واحد فيهم رشه كربوناته عشان يستوي اسرع. والمفروض الحمص الصراحه كان يتنقع قبلها بيوم، او من بالليل، يعني هتلاقيه اتسلق معاكي بسرعه جدا. فحطيتهم كده يتسلقوا كده، ال3 اتحطوا على النار يتسلقوا. خلاص خلصنا منهم، نخش بقى ايه على الرز. كوبايه شعريه حمرها كده في شويه زيت، طبعا عندنا الكشري كله بالزيت مفيش سمنه خالص. لما الشعريه عندي بدات تبقى لونها ذهبي كده وحلو، نزلت بكوبايه الرز. اكتفي بكوبايه رز لو انتوا فردين او 3، عشان ما يهدرش معاكي. برضو الكشري لما بيبات بيبقى مش قد كده. حطيت شويه ملح وشويه فلفل، انا بحب الفلفل قوي على الرز بشكل عام، ممكن تحطي ملح بس تقلبتين كده لغايه ما يتشوح كده في الزيت. وهنزل بالميه دي، ميه عاديه خالص من الحنفيه مش سخنه يعني. فزي ما انتم شايفين حطيت له الميه لغايه ما غطيته كده، وهسيبه لغايه بقى ما يستوي كده مع نفسه. يبقى احنا كده خلصنا من المكرونه والحاجات البقول اللي عايزه تتسلق، وخلصنا كده من الرز. بشيك بس على المكرونه، لقيتها تمام كده، هبتدي ان انا اصفيها. وبعد ما اصفيها عشان ما تلزقش في بعض، حطيت لها شويه زيت، انا حطاها في مصفى بس تصفي كل الميه اللي فيها. تقلبتين وخلاص كده المكرونه جاهزه عندي. ممكن تزودي طبعا نوع تالت، في ناس بتحط كذا نوع مكرونه، بحط هو كفايه 2 بس، وبحب الاسباجيتي كده تبقى كتير. خلاص بقى خلصنا من اهم 3 حاجات. ندخل بقى على الصلصة. حطيت برضو شوية زيت، وحطيت كمية توم حلوة كده، يعني تقريبا معلقة كبيرة توم اللي انا مفرزاه. هقلب فيه كده لغاية ما لونه يبقى ذهبي شوية، يعني ما تحرقوش عشان ما يمررش معاكي. يعني هديله كده كام تقليبه. طبعا الحله اللي انا بعمل فيها دي حله صاج، بعمل فيها كل حاجه، عشان كان في حد بيسال على النت ان الحله دي بيتعمل فيها كل حاجه. لا، بيتعمل عادي ما عدا بس الرز ما يتعملش فيه. نزلت بقى بالطماطم المضروبه، وهحط صلصه الطماطم اللي هي قاها دي في كيس، بتبقى عامله 13 جنيه، جميله جدا لو لقيتوها، حلوه قوي، موفره وحلوه قوي وتقيله. حطيت منها كده 3 معالق عشان يديني بس لون وقوام كده للصلصه. وحطيت نص معلقه صغيره سكر، وادي ملح وفلفل، هظبط الملح بتاعي. وهحط بقى كمون وكزبره. كمون وكزبره ده معانا في كله، يعني معانا في الوصفه كلها. كمون وكزبره وشويه شطه بسيط، بالنسبه للي مش هيحط شطه في الاخر هيلاقي شطه بسيط قوي جوه الصلصه، وهسيبها تتسبك. نخش بقى على الدقه. حطيت شويه ميه بسيط يغلوا، وحطيت فيها نص معلقه توم صغيره، وشويه خل، وشويه كمون، وشويه كزبره. كل ده هيتاخد غلوه واحده على النار، وشويه شطه بسيط، وهملحه برضو عشان ما يبقاش دلع، وعصره ليمونه. خد غلوه واحده على النار، غلوه واحده على النار،
وهطفي عليه. وعشان اديله لون حلو احط له كبشه ايه من الصلصه اللي انا كنت مجهزاها. شايفين غير اللون تماما. هي دي بقى الدقه بتاعه بره. عايزه ازودي اي حاجه تانية زوديها. بالنسبه للشطه، الشطه الزيت بيبقى شويه زيت وبحط فيها معلقه صغيره شطه يتشوحوا. اول ما ريحه الشطه تطلع اطفي عليها عشان ما تتحرقش وتقعدي بقى تكحي، بيبقى ريحتها صعبه قوي. هتقعد تعمل فقاقيع ده وهطفي عليها على طول لان هي ريحتها صعبه. ريحتها بتبقى صعبه قوي. خلاص كده يعني هي بالنسبه لي كده ايه يعتبر جاهز. عندي بقى القطاعه اللي هي بتاعت الشركه السعوديه دي، فاكرينها؟ كنت ناسيها هنا خالص. اللي هي القطاعه اللي هي زي المندولين دي. عندي بصل احمر بس المفضل البصل الابيض، بس انا ما كانش عندي الصراحه. قطعته نصين وسبت الراس بتاعه البصله عشان هعملها زي ما انتوا شايفين بالمندولين دي او بالقطاعه دي اللي هي بتاعه الشيبسي. هوريكم شكلها دلوقتي، بس تخلي بالكم وانتوا بتعملوا تستخدموا الحامي بتاع الاصابع ده، لان هو ما استخدمتوش في الاول كلت صباعي. حاميه جدا. القطاعه دي للبنات اللي بتجهز حلوه قوي. انا مش عارفه انا كنت ناسيها ازاي مش بستخدمها، كنت ركناها فعلا. بتقطعه بشكل بيرفكت يعني. شايفين عامل ازاي؟ هو ده اللي هيخليه يطلع مقرمش. وطبعا لو بصل ابيض الصراحه هيطلع مقرمش اكتر من كده. بما ان البصل غالي فانا استخدمت الموجود عندي البصل الاحمر. هحط له شويه ملح بسيط، ما تزوديش ملح عشان ما ينزلش الميه بتاعته. تمام. وهحط له معلقه نشا ومعلقه دقيق. فهحط معلقه النشا بتاعتي ومعلقه الدقيق وهبتدي ان انا هقلبه بايدي. الافضل هتعرفي تتحكمي فيه كمان بايدك. هقلبه بايدي وهبتدي ان انا احط على باقي الكميه نشا ودقيق تاني لغايه ما بصوا هاجي اعمل بالمعلقه مش هعرف. اسهل لي بقى ان انا هعمله بايدي. وكمان عشان بعمله باطراف الصوابع عشان ما نزلش الميه بتاعته. انا مش عايزاه ينزل ميه عشان يطلع معايا مقرمش. فده طبعا الجزء اللي كان تحت راح مزوده له برضو نشا ودقيق. عندك دقيق بس اوكي، عندك نشا بس اوكي، عندك الاتنين يبقى تخلطي الاتنين مع بعض. هو اللي بيساعد انه يقرمش اكتر هي النشا الصراحه. فبصوا باطراف الصوابع ما تدوسيش عليه عشان ما ينزلش ميته، بس مطلعه التقطيعه حكايه يعني. الكميه دي مش هتيجي في الطاسه كلها، لازم طبعا زيت غزير يبقى مغطي البصل كده زي ما انتم شايفين. هحط على قد كميه الزيت اللي عندي واوريكم. طبعا اهو لما يوصل للمرحله دي شيليه على طول لان هو بيفضل يغمق اكتر. حتى لما بتطلعيه من الزيت بيفضل يكمل سوا ويغمق عشان ما يطلعش ممرر. شايفين عامل ازاي؟ بتلاقيه بيتكسر بيتفرفت خالص. انت هتطلعيه هتلاقيه تحس ان لازق في بعضه. بقعد افككه كده بايدي لكن جميل جدا. ومطلعته طبعا على صينيه وتحته مناديل عشان يطلع كل الزيت اللي فيه وعشان ما ينديش يعني يطرى. طبعا كله عندي الحمد لله خلص. انا بعمل لكم بشيك لكم كده على الخطوات كتير اللي احنا عملناها كده. العدس خلاص ما تزودهوش في السوا قوي. الحمص بسيبه للاخر خالص عشان بياخد وقت. وادي عندي الصلصه برضو فاضل لها تكه وتتسبك، فانا برضو لسه ما زلت سايباها على النار عشان تتقل كده وتبقى حلوه. الرز عندي كده تمام. الرز كده استوى مية مية. الرز لما بيبقى فيه شعرية كتير بيبقى جميل جدا، والكشري بيحب الشعرية كتير. تمام. فالكشري كده عندي اوكي. نخش بقى على اللي بعده المكرونة. محطوط لها الزيت هتلاقيها بتفرفت ومش هتلزق خالص. وادي الدقة وادي الشطة وعملنا اوريدي البصل. خلينا بقى نغرف. هحط الرز تحت. بصوا هحط رز بسيط. انا بحب كده الكشري يبقى فيه مكرونة اكتر. وكمان بحب المكرونه الاكتر تبقى سباكيتي. فكل واحد بقى ايه زي ما انت عايزه. في ناس بتحط كمان كذا نوع مكرونه. واحط العدس الاسود برضو مش بفضل عدس اسود كتير فبحط على قدي. اللي بحبه قوي الحمص. بحب ان انا وانا باكل الكشري يبقى في حاجه كده بتقرقش كده. فالحمص بيدي قرقشه حلوه قوي. ما تتكيش عليه بقى في السوا لان احنا حاطين له رشه كربونات وعشان ما يدوبش الحمص معاكي. وهبتدي ان انا انزل بالورد بتاعي او البصل. شايفين بقى المنظر؟ شايفين المنظر؟ طبعا ما بتحبيش اي حاجه من دول ما تحطهاش. في ناس ما بتحبش التقليه اصلا. وادي عندي الدقه. بص شغل مطاعم بقى، بس شغل مطاعم في البيت وبنظافه واحنا عارفين احنا حاطين ايه
واحط الشطة الزيت بسيط لان هي بتبقى حارة جدا. فده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم بقى، وان شاء الله بقى اشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واي استفسار او تعليق اكتبولي تحت في التعليقات. يلا سلام عليكم.